هيتصرف في كل أمورك، وهيحول كل ضيق لفرح وكل خسارة لخير. اطمن واستنى فرحتك الكبيرة. هو وحده القادر يريحك ويبدل حالك. هو إله الهزيع الرابع، يظهر في اللحظة اللي تفتكر فيها إن كل شيء انتهى، ويغير المشهد كله لصالحك. استعد لمفاجآت الرب السارة، هيخلي الخير في حياتك يكبر ويملأ قلبك. هتندهش من عطايا ربنا ليك، هتشوف بركته في كل خطوة، وهيفاجئك بخيره اللي لا يعد ولا يحصى. قول أمين. بعد الضيق في تعويض، وبعد كل دمعة في فرح عظيم بيجهزه ليك ربنا. هو بيقولك النهاردة خليك ماسك فيا، ما تخافش، أنا معاك، لا أهملك ولا أتركك. وإن الأيام الجاية فيها بركات وتعويضات فوق الخيال. هتشوف استجابات تفرح قلبك. اطمن وما تخافش، الأيام الصعبة هتعدي. صدق وآمن من قلبك، إله التعويضات والفرح هيباركك ويعوضك أضعاف، وهيفرح لك قلبك. استنى وما تقلقش، لأن المفاجأة اللي جاية من ربنا هتبهرك جدا. هيجي اليوم اللي تسمع فيه أخبار تفرح قلبك، وتشوف في حياتك عجايب ربنا اللي كنت بتصلي علشانها. ربنا مش بينسى فرحتك، يمكن اتأجلت شوية، بس هتيجي وقتها وتبهرك. قاعة بركة هتنزل عليك من السماء، وهيبدل حيرتك بسلام وضعفك بقوة. صدق إن في جبر قريب هيفرح قلبك، هيدبرها ربنا. اطلب منه وانت واثق، مفيش حاجة صعبة على إله المستحيل. بيجبر وبيعوض وبيفرح. صدق في محبته وفي خطته ليك، لأن اللي جاي منه ليك كله خير وفرح.